في سؤال متابعة، والحقيقة وأنا باقرا السؤال افتكرت دعوات جداتنا، الناس الجميلة، الناس الطيبة، كانوا بيدعوا دعوات جميلة تمس القلب. من ضمن الدعوات دي كانوا بيدعوا لبعض ربنا يهدي سرِّك. أنا وقتها كنت طفلة مش فاهمة يعني إيه الكلام ده. لمّا كبرت عرفت قد إيه إن الدعوات دي جميلة، قد إيه إحنا محتاجينها أوي دلوقتي. السؤال بيقول إن في بنوتة متخانقة مع صاحبتها و وإن صاحبتها دي قالت كلام وِحِش عنها وفتشت أسرارها واتكلمت عنها بطريقة مش حلوة لصديقة مشتركة، فبتقول لي أتصرّف إزاي؟ بُصّي يا صاحبة الرسالة وبُصّوا كلّكم، الإنسان عشان تعرف شخصيته أو عشان تعرف طبعه وعلشان تعرف أخلاقه وتعرف مدى إنسانيته، مش هيبان وقت الأيام الحلوة، مش هيبان وقت الوِد، مش هيبان وقت الهدايا والدباديب، هيبان وقت الخلاف والزعل. الإنسان في الحالة دي أو وقت الخلاف بيكون صورة من 2 ما لهمش تالت. الصورة الأولانية وده الصورة السيئة والعياذ بالله، واللي وصفها سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالمنافق، قال لنا من آيات المنافق إذا خاصم فجر. فتلاقي الإنسان اللي بالصورة دي هتلاقيه وقت الخصام فيه فُجر، هتلاقيه بيقول كلام سيء عن الطرف التاني، يقول مثلًا لو في بينهم أسرار يفتش الأسرار دي، تلاقيه مثلًا يقول له أنت عارف فلان ده قال عليك كذا وكذا، بحيث إن هو يوقّع الدنيا في بعضها، يعمل كده بغرض إنه عايز يكسب تعاطف الآخرين، عايز يكسب تعاطف اللي قدّامه، دايمًا حابب يعيش في دور الضحية وعايز الناس تسقّف له والناس تقول له تمام أنت اتصرّفت صح وإن الطرف التاني ده شرير، لكن للأسف هو مش هيكسب تعاطف غير الناس اللي شبهه. إنما الناس اللي عندها وعي واللي عندها حكمة هيسقط من نظرها. أمّا بقى الصورة التانية اللي أتمنى من الله إن كل الناس تكون الصورة دي، ودي صورة الإنسان اللي بنقول عليه ابن الناس أو ابن الأصول أو المتربي أو الخلوق المهذب. ده هتلاقيه وقت خلافه أو وقت زعله، يعني مثلًا لو هو زوج وانفصل عن زوجته، تلاقيه مثلًا ممكن حد يسأله ليه يا فلان انفصلت عن زوجتك أو ليه طلقتم العيال؟ هتلاقيه بيرد رد مقتضب جدًا، رد مختصر كلمتين وبس، أنا والله كل شيء نصيب، وهي طبعًا أكيد هتفضل مع عيالي وما انكرش إن في عِشرة ما بيننا. رد محترم، حتى كلامه محترم، اللي بيه هيدّي صورة للي قدّامه إن أنا مش عايزة أتكلم يعني خلاص. ومن هنا بقى أنا افتكرت دعوة جداتنا وهي نحيا الرأي ونقول السر أو نهدي سرنا. قد إيه دعوة جميلة، قد إيه إحنا محتاجينها دلوقتي أوي، ومحتاجين نسمع الدعوات دي جدًا، جدًا. هادعيها ليّا ولكل الناس يا رب، يا رب يهدّي سرنا جميعًا، ويا رب يهدّي سر بالذات يهدّي سر اللي هيعمل لي follow ويعمل لي like ويعمل لي share ويسيب سؤال في comment بس كده.